السلام عليكم اخواتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ مرحبا بكم في قناه شيوات ام محي الدين. بمناسبه هذا الشهر الكريم غادي نقترح عليكم فيه هذه المعسله الجزائريه اللي بصراحه كتجي رائعه. كنوجه تحيه كبيره للناس ديال الجزائر. بالنسبه لهذه المعسله يعني سهله التحضير، ما كتطلبش منا شي مجهود، كتوجد مده 10 دقائق، يعني ما كتطلبش منا شي مجهود كتير. والاهم من هذا الشيء كامل انها صحيه. كنتمنى منكم البنات تدعموني باللايكات ديالكم وتشاركوا في القناه ديالي قناه شيوات ام محي الدين. ولا عجبكم هذا لا فيديو ما تنساوش بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. تابعوا الفيديو الى الاخير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه لهاد المعسله غادي نحتاجو فيها 300 غرام ديال اللوز اللي كنفسخو وكنقليو. ممكن انكم تدهنوا غير بالزيت وتخشيوه في الفران، وممكن انكم تعوضوا اللوز بالكاوكاو البلدي. غنحتاجو 300 غرام ديال الجنجلان، نفس الكميه ديال اللوز، 3 المعالق كبار ديال الزيت، 100 غرام ديال الكنافه اللي كندهنوها بالزبده والزيت وكندخلوها الفران حتى كيذهب لينا اللون ديالها على هذا الشكل. وغنحتاجو راس معلقه صغيره ديال السنيده الحامضه، وقبيصه ديال الملحه، ضروري من قبيصه ديال الملحه، والنكهه اما ديال الفاني اما ديال الناطا بحال بحال. هنا عندي الكميه ديال العسل 280 غرام بالضبط، عبرت هنا 280 غرام. من احسن تكون العسل نوعيه جيده، انا استعملت هنا عسل الزمزمي. وغنحتاجو لهذا الكادر مربع اللي كنفرشو لتحت بابي كويسو. ها هو انا عندي هذا الكادر اللي كيتحل وكيتسد، يعني سديته في الاخر ديالو. انا هنا باش نحاولوا نتفاداو هذا، يعني عبرت لكم 20 على 20. بالنسبه اللي ما عندهاش الكادر بحال هذا كيتحل، تاخد كادر يكون فيه 20 على 20 باش تجيكم المعسله ديالكم فيها العلو، ما كتجيش هي ناقصه من العلو، كتجي ما مزويناش في المنظر. وغنحتاجوا الكراميل. هنا استعملت نيسلي كراميل، ممكن تستعملوا اي نيسلي كتستعملوه في البيت ديالكم. اول حاجه غادي ندير، غناخد شي اناء غادي ندير فيها ديك 3 المعالق ديال الزيت، وغادي ندير داك الشنجلان وغنديرو فوق النار حتى كيتحمر ليا. راه فاش كيبدا يتحمر كيعطي داك الصوت، واحد الصوت كيبدا بحال كي هانتوما سمعوا على صوت كيعطي هاد الشنجلان. صافي ها هو الجنجلان ديالي تحمر ليا كما كتشوفوا. دابا الخطوه الثانيه غادي نمشيو للعسل. هنا ما ذكرتش الكميه ديال العسل. هنا عندي بالنسبه للعسل 280 غرام ديال العسل اللي تكون نوعيه جيده، اللي غندير معاه السنيده الحامضه اللي ذكرت لكم، وغنديرو فوق النار حتى كيغلى باش كيقدر يجمع لينا هاد الحشوه ديالنا كيعقاد. غنديرو يغلى، هانتوما غادي تشوفوا. هانتوما البنات من بعد فاش كيغلى ليا على هاد الشكل صافي غادي نطفي النار. هانتوما نطفي النار، غنمشي للمرحله ديال الخلط. صافي ها هو حيدت العسل من بعد فاش غلى. غنمشيو للمرحله الثالثه، وهذا الجنجلان راه تحمر لينا. غناخدو شي بول. نسيت البنات ما ذكرش لكم من النكهه اما ديال الفاني او ديال الناطا، ممكن تستعملوها. النكهه يكون جيل. تحذف ليا داك المقطع اللي كنت كندير فيه العسل. المهم راني ضفت الجنجلان كامل صين، ما طحنتو ما والو. ضفت داك اللوز حتى هو صين، ودرت قبيصه ديال الملحه وراس معلقه ديال النكهه ديال الناطا، وخلطت بديك الكميه ديال العسل كامله اللي غليته من قبل. خلطته كامل. هنا خديت هذا الكادر اللي قلت لكم من قبل، غادي نصب داك الخليط كامل فيه. ليش قلت لكم من احسن يكون الكادر معبور، يعني 20 على 20 باش تجيكم معسله متيوله، ما تجيكمش يعني العلو ديالها ما عالياش، كتجي عاليه زوينه. المهم نتوما بغيتو ديروها في مول كبر من هذا، كادر كبر من هذا، لكم حريه الاختيار. صافي دابا غادي نبسط المعسله ديالنا، كنبسطها على هذا الشكل.
البنات بغيت نقول لكم واحد القضيه، من احسن الا درتو الجنجلان البلدي. الجنجلان البلدي كيجي بنين احسن من داك الجنجلان الرومي، كيجي في صراحه غزال. وهاد المعسله كما كتشوفوا راها ساهله بسيطه، ما كتطلبش منا مجهود، يعني نقدروا نديروها حتى الليله ديال رمضان نوجدوها، يعني كتوجد بسرعه. وبالنسبه كيفاش كنحتفظوا فيها في المجمد. صافي كنبسطوا على هذا الشكل باش كيجينا مقاد. بالنسبه لهذا الكادر راني عبرته 20 على 20، 20 على 20. صافي. المرحله الرابعه والاخيره غادي نديروا الكراميل. ممكن الكراميل تصاوبوه، انا هنايا عندي غير الكراميل شريته، بعض المرات كنصاوبو. حنا نديرو على هذا الشكل. في الاخير غادي نرشو الكنافه. بغيتو تخليوه حتى يشد في راسو شويه، انا زربانه به مزروبه به. انا بعض كنخليه حتى كيشد في راسو شويه الجنجلان مع اللوز. من بعد فاش دهنتو كما قلت لكم ممكن تخليو الجنجلان واللوز فاش تبسطوه، من بعد فاش تبسطوه حتى يشد في راسو عاد دهنوه بالكراميل. انا كنت مزروبه به. دابا صافي انا بسطت الكراميل، غادي نرش كنافه. صافي وغادي نخشيها المجمد. من بعد غادي نحيد ليها هذا الكادر وغادي نقطعها لمربعات صغيره. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي لهاد المعسله. حنا كنقادو الجنيبات. هاد المعسله كيحماقوا عليها بصراحه وليداتي، كياكلوه في نفس الوقت صحيه، يعني كنخدم عليهم بالعسل النوعيه جيده. الا كان عندي العسل داك العسل الحار نيت كنستعملو ليهم نيت. والجنجلان يكون بلدي. وقيلا صدعوكم هاد الفريخات. صافي دابا غنغطيها بشي بلاستيكه وغادي نخليها حتى تشد في راسها، يعني تجبد. انا غنخشانيش المجمد كما قلت لكم راني مزروبه بها. من بعد غنزول هذا الكادر وغنقطع مربعات صغيره. وها هي الحلوه ديالنا من بعد فاش زولناها من الكادر. هانتوما كيفاش كتجي. دابا غادي نقطعها مربعات صغار بشي سكين اللي يكون ماضي. هانتوما كما شفتوا راها جامده. قطعها مربعات صغار وغادي نقدمها بالصحه والراحه. كنشدو العبار بشي مسطره ولا انا غنشد غير بهاد باش يجيونا مقادين. ديروها وكنضغط. فاش كتكون جامده راه كتضغط لكم قاده. ها هو دابا قطعناه. دابا غادي نديرو وها هما المعسلات ديالنا كيجيو على هذا الشكل بالصحه والراحه. وان شاء الله يدخل عليكم هذا رمضان الكريم بالصحه والعافيه وطول العمر ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.